السلام عليكم. معاكم ملك من قناة زوجاتي الحبيبة. بصوا يا جماعة، النهاردة يعني أنا هتكلم معاكم في موضوع مهم جدا عشان بتسأل فيه، كل ما حد يكلمني يسألني فيه، فأنا حبيت أعمل الفيديو ده علشان يبقى عندكم خلفية يعني إن الموضوع بيمشي إزاي عندنا. أول حاجة فكرة الزوجة التانية دي، كل الناس داخلة عايزين زوجة تانية، كل الرجالة ما شاء الله عايزين يتجوزوا الزوجة التانية. طيب ماشي، حلو قوي، جميل. طيب الزوجه التانية دي مش هتوافق، مش اول ما هتقول هكلم واحده اقول لها معلش يا انت في واحد عايز يتجوزك وتكوني زوجه تانية، هتقول لي طيب ماشي يا جماعه خدوني انا نفسي اتجوز. لا، مفيش حاجه اسمها كده. حتى لو انتوا فاكرين كده، لا، انا بقول لكم الموضوع دي اتغيرت خالص عن كده. ايه بقى المشكله؟ اول حاجه لازم يكون في شروط اللي هي دايما ما بتكونش موجوده خالص، ولا شرط منهم بيكون موجود. ايه بقى الشروط دي؟ اول حاجه لازم يكون في تكافؤ. يعني لو حضرتك مؤهل عالي او هتكون العروسه مؤهل عالي، لا طبعا انا بتكلم على شروط البنات، ما بتكلمش على شروط الولاد. يعني لو حضرتك مؤهل متوسط لازم تكون العروسه مؤهل متوسط او اقل. مفيش واحد مؤهل عالي هتوافق تتجوز واحد مؤهل متوسط وتكون زوجه تانية. المركز الاجتماعي، يعني لازم المركز الاجتماعي هنا وهنا يكون زي بعض، تمام، والمركز العلمي وكل حاجه. فالتكافؤ دي حاجه مهمه جدا في الموضوع، لان ساعات مثلا اقول له معلش اصل انا ما عنديش الا مؤهل عالي، يقول له ايه يعني؟ هو ايه اللي ايه يعني ايه اللي يخلي واحده خريجه جامعه تتجوز واحد معلش يعني دبلوم متوسط؟ ليه يعني؟ ايه المشكله في كده؟ يعني ايه اللي هيحصل عندك فيخليها ترمي بكل المبادئ عرض الحائط وتروح تتجوزك؟ دي كده رقم واحد. رقم اتنين، هتقول لك في ناس كتير قوي داخلاني لا من غير معرفه الزوجه الاولى. ليه؟ ايه اللي هيخليها توافق انها تتجوزك وهي مراتك الاولانيه ما تعرفش؟ هو انت كده مش جاي تتجوز بقى، انت جاي تعمل يعني ايه، حبه كده تقضيها مع واحده وخلاص. فدي اول. تاني حاجه. تالت حاجه، وجود شقه تمليك. يعني حضرتك يكون عندك شقه تمليك زي ما انت عامل شقه تمليك للزوجه الاولانيه، الزوجه الثانيه برضه من حقها شقه تمليك. ما تجيش تقول لي انا هاخد لها شقه ايجار، لا مش هتوافق. ليه هتاخد لها شقه ايجار؟ ليه؟ هي مش زوجتك على سنه الله ورسوله؟ هتقول لك اقل حاجه لازم دي تكون زي دي. اصل انت معلش، اصل انت مش مصاحبها، او انت مثلا حابين بعض بقى وهتموتوا على بعض فهتاخد لها شقه ايجار وتحلوا المشكله دي مع بعض. لا، ده زواج على النت. يعني لازم كل واحد يتاكد ان التاني نيته صافيه وكل حاجه تمام. مفيش واحده هتوافق انها تركب بايديها الى التهلكه زي ما بيقولوا، مش عشان تتجوز مثلا وبعدين بعد كده يا صابت يا خابت. يعني ممكن مثلا ما تستريحوش مع بعض فتقول لها خلاص اطلقك، ما انت مش دافع حاجه في الموضوع، كله ايجار ايجار ايجار، ومراتك الاولانيه مش عارفه كل حاجه كده ماشيه كده يعني ايه بالبركه يعني، فهي اكيد مش هتوافق. تاني حاجه، تكون مرتاح ماديا جدا، تكون غني يعني ومبسوط كده عشان تقدر تصرف عليها وتجيب لها كل اللي نفسها فيه، وتحاول هي تتغاضى عن انها زوجه تانية، وانها مش هتقدر مثلا تبقى تشوفك كل يوم في الوقت اللي انت تقدر تشوفها، او كل حاجه طبعا هتبقى بالنص، الوقت هيبقى بالنص، الفلوس هتبقى بالنص، الخروجات هتبقى بالنص، كل حاجه هتبقى بالنص. فلازم تكون انت عندك الحاجه اللي تخليها تحس انها ما عندهاش مشكله في انها تكمل معاك على الوضع ده. رقم 5 طبعا ان الجواز يكون شرعي، لان يعني في ناس يقولوا عايزين انا عايزه اتجوز واحده عرفي. لا، احنا مش هتوافق ايه على عرفي، واحنا اصلا مش عندنا عرفي، ففي كل الحالات مش هيتم يعني. رقم 6 بقى اخر حاجه، الخلفه. يعني يقول لي انا عايزه اتجوز واحده انسه ومعلش اصلا عندي ولاد فمش هخلف. طب هي انسه، ما هي عايزه تخلف هي كمان. او بقى ان انت تاخد واحده مطلقه بعيالها، ساعتها الدنيا هتبقى تمام، ماشي، ما عنديش مشكله وتكسب فيهم ثواب. وللاسف مفيش حد يعني بيقول لي كده، يعني خلاص انت مش عايز تخلف يبقى تاخد واحده مثلا مطلقه او واحده ارمله معاها اولاد وتقعد معاك، وحتى لما تقول لها انت عندك عيالك وانا عندي عيالي. انها ما تاخدش واحده انسه او واحده مطلقه من غير اولاد وتخليها تربطها جنبك كده وتقول لي لا اصل انا مش عايزه اخلف انا عندي ولاد. طب ما هي عايزه تخلف هي كمان، ليها نفس هي كمان تخلف، تمام. فيا جماعه بقى هما كده ست شروط. اللي عنده بقى الست شروط دول، او اللي حابب ان هو يعني عايز زوجه تانية، يشوف الستة دول ويكون موافق عليهم، تمام. ولو كمان رضيوا، يعني مش بقول لك ان انا عندي، يعني انا شغاله سنتين في الموضوع ده، الوحيده واحده بس كانت مطلقه وعندها اولاد، هي دي اللي كان ما عندهاش مشكله في فكره التعدد. يعني البنات مش كتير كده زي ما انتم متخيلين بقى ونفسهم يتجوزوا واي حاجه في اي مكان، لا مش كده خالص، على فكره صعب جدا. بدليل ان انت لو عندك اختك
هتحاول تأمن لها مستقبلها، ولو حتى هتتجوز واحد تاني هتقول له الكلام ده. خلاص يا جماعه، فمعلش عشان ايه، انا الواتس عندي كله زوجه تانية زوجه تانية زوجه تانية، فانا مش قلت اقول لكم الكلام ده كده في فيديو عشان الدنيا تبقى تمام، وتبقى انتوا فاهمين الفكره ازاي. لان لما بقول صعب ومفيش حد بيرضى بزوجه تانية، طب ليه؟ هو انتوا بتحرموا شرع ربنا؟ وهجوم بقى عنيف. لا، مش بنحرم شرع ربنا ولا حاجه، بس انت الاول طبق شرع ربنا واعمل الحاجات اللي ربنا قال لك عليها في الزوجه الثانيه. ما هو ولازم تعدله، انت هتعدل في الموضوع ده وهتعمل كل حاجه تعملها زي ما عملتها مع الاولانيه، تمام حلو قوي انا معاك. بس ما تجيش انت بقى تقول لي لا اصل انا هجيب لها شقه ايجار، لا اصل انا مش عايزاها تخلف، لا اصل انا مش عارفه، انا مش هقول لمراتي لا هتجوزها عرفي. لا مفيش حاجه كده. معلش انا اسفه اذا كنت طولت عليكم، بس حبيت يعني انوه على النقطه دي عشان النقطه دي مهمه جدا بالنسبه لي، وما عنديش وقت ان انا احكيه لكل واحد واقول له نفس الكلام ده. فهو كده بقى فيديو يعني اي حد هيحب يشوفه هيبقى متاح بالنسبه له. ورقم التواصل على الواتس 010 250 87528. فان شاء الله هستناكم بقى تبعتوا لي مسجات، وان شاء الله ربنا يرزق الجميع الازواج والزوجات الصالحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنت معاكم ملك من قناه زوجاتي الحبيبه. ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب عشان تنزلكم كل الفيديوهات بتاعتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.